السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نصلوا على الحبيب قبل ما نبدأ كلامنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النهاردة يوم جديد وروتين جديد، ان شاء الله كله خير وكله بركة بإذن الله. وربنا يجعل ايامنا كلها مليانة بالخير والبركة والسعادة وراحة البال، اللهم امين يا رب العالمين. الفيديو بتاعنا النهاردة فيه غسيل ونشر هدوم وطبيخ، وفيه ان شاء الله كل الخير. طلعت على البلكونة، الدنيا النهاردة زحمة تحت في الشارع لان في سوق. طبعا قبل ما هنشر غسيل او هعمل اي حاجة هنضف البلكونة وهمسحها من التراب علشان اشتغل على رواقة. مسحتها ونضفتها وسبتها تنشف، وبعد كده رجعت تاني على الغسيل بتاعي علشان انشر بقى. الدنيا برد جدا الفترة دي، يعني ربنا ان شاء الله يا رب يهونها علينا ويعيننا يا رب على البرد ده، ويهونها على كل الناس البردانة اللي ملهاش مأوى ولا ليها مكان. وربنا يا رب يهونها على أهل غزة وينزل عليهم دفئه. طبعا كلنا بندعي لهم وقلوبنا معاهم، مش ناسينهم والله، وقلوبنا بتعتصر عليهم من الحزن ومن الألم. ومفيش في ايدينا حاجة نعملها لهم. ربنا يا رب يتولاهم برحمته ويرأف بحالهم ويرحمهم رحمة من عنده يا رب العالمين، وينزل عليهم دفئه ورحمته، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا غسيل الشتاء ما بيخلص، هو الغسيل عامة ما بيخلصش. وخصوصا الشتاء لان الغيارات بتبقى تقيلة وكتيرة، فمثلا على بال ما تخلصي السبت وتفضيه، مجرد ما الولاد بيدخلوا يتشطفوا او ياخدوا شاور ويغيروا هدومهم بتلاقي ان السبت اتملى تاني. فيعني طبعا الغسيل ده حاجة مستمرة معانا يوميا، ما بتخلصش وما بتنتهيش. الدنيا برد جدا 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 وانا واقفة كنت متلجة. الفيديو ده يا جماعة أنا كنت مصوراه الفترة اللي فاتت، ما قدرتش أنزله على طول غصب عني لأن ولادي تعبانين معايا الفترة دي والله، سخانة وترجيع ونزلات شديدة قوي. هما التلاتة تعبانين ومورين العذاب، مش عارفة أعمل إيه والله. ربنا يكون في عوننا يا رب ويشفي عنهم وعن كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين. فالفترة اللي انا صورت فيها الفيديو ده كانت الدنيا تلج موت، يعني مش قادرة اوصف لكم البرد. شايفين الهواء هوا مع سقعة مخلية المكان متلج. انا ما صدقت نشرت الهدوم ودخلت اجري على الشقة، يعني وقلت الحمد لله على نعمة المأوى، الحمد لله. خلاص انا خلصت بقى نشر الهدوم، وهدخل بقى جري هقفل الشبابيك والبيبان علشان الدنيا برد قوي قوي، مش قادرة اوصف لكم. الحمد لله على كل حال. دفى نعمة يا ولاد، دفى نعمة. ربنا ما يحرمنا من بيوتنا ولا من دفى بيوتنا يا رب، ويديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين. النور قاطع والدنيا ضلمة، وانا بقى هستكن كده 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 كده، ايه مش عارفة اعمل اي حاجة كده كده. بعد ما قلت ان انا مش هعمل اي حاجة، بعدين افتكرت ان انا رايحة لبيت اهلي. بقالي فترة كبيرة ما روحتش وعايزة اروح، مكسلة من البرد لان الدنيا برد عندهم جدا. يعني تخيلوا وانا قاعدة في الشقة دي المحندقة بردانة كده، فمش يعني هناك بقى في بيت ابويا المكان واسع جدا، والمكان فيه زرع وكده حواليهم، فالدنيا تلج هناك رصاص، مش قادرة اوصف لكم قد ايه. وقعدت اجل ان انا ما اروحش، وبعد كده لقيت المدارس خلاص هتفتح والمفروض ان انا مش هقدر اروح بعد كده. فقررت ان انا خلاص هروح اخد اسبوع وخلاص. فقلت بقى اجهز شنطتنا واحضر الغيارات بتاعتنا، وقعدت بقى ارص هدوم، وهاتك يا رص وهاتك يا غيارات. طبعا مش قادره اقول لكم قد ايه هدوم الشتاء بقى، والدنيا برد جدا، فانا عماله بقى اخد هدوم على قد ما اقدر علشان خايفه من البرد هناك. طبعا هم خارجين من هنا من جو الشقة والدفا، هيروحوا هناك لخلا وبرد وهوا وسقعة، فكنت خايفة عليهم جدا لحسن يتعبوا مني. وفعلا ابني الكبير تعب مني هناك وسخن وجيت بيه هنا برضو تعبان بعد ما رجعنا شقتنا ووديته للدكتور. ومن يومها وهم عيالي تعبانين زي ما انا بقول لكم، سخانة وترجيع ونزلات شديدة جدا. الحمد لله على كل حال، ربنا يا رب يشفيهم ويشفي كل مريض. المهم جهزت بقى في الشنطة على قد ما قدرت، وبعد كده دخلت على المطبخ
كنت حاطه فرخه تتسلق. دخلت عشان يعني اكمل الغدا او العشاء، احنا بنتعشى عشاء. فكانت الفرخة استوت وادي الشوربة بتاعتي، وقلت اعمل شوية بطاطس كده طبيخ. نلف ونرجع للأكلة الشعبي بتاعتنا الجميلة بتاعت أجدادنا وأمهاتنا، واللي عمرنا ما ننساها أبدا. يعني أنا بعمل أكلات كتيرة وأعمل دي وأنوع دي، بس بلف بعد كده وأرجع للطبيخ البلدي بتاعنا، ما أقدرش أستغنى عنه، بيوحشني جدا بصراحة. سواء كان مثلا هطبخ بطاطس أو هطبخ فاصوليا أو كوسة، أي حاجة محمرة، أي حاجة حمرا متسبكة. وممكن أعمل جنبها بامية. طبعا البامية بتاعتي انتوا عارفينها، عملتها قبل كده معاكم. ممكن أعمل ملوخية على حسب، ممكن ما أعملش حاجة خالص غير البطاطس أو الفاصوليا أو كده. طبعا انا قشرت البطاطس بتاعتي وقطعتها مكعبات زي ما انتوا شفتوها، وغسلتها كويس جدا وكنت مجهزاها جنبي. حطيت شوية من التسبيكة على النار في شوية سمنة اتقدحوا، وبعد كده نزلت عليهم بالبطاطس. اديتهم كام تقليبة كده، وبعد كده حطيت عليهم الشوربة بتاعة الفراخ، وهسيبهم يستووا على مهلهم. وقبل ما يستووا بشوية هحط لهم فصين مهروسين من الثوم علشان يديها نكهة وطعم، وهياخدوا كام غلوة وهطفي عليهم، وبكده البطاطس بتاعتنا تبقى زي الفل وجاهزة. بعد كده هعمل شوية رز. طلعت كيس الرز فضيت منه في العلبة، انا حطاه كده جنبي علشان يبقى قريب من ايدي، يعني بدل ما انا اشيله في التربو مثلا او في ضرفة الخزين، بحط منه على قد ما يعني على قد ما العلبة بتشيل. وبستخدم منه اول ما بيخلص بحط مكانه عشان يبقى قريب جنبي. فحطيت طبعا زي ما شفتوا، وبعد كده هعبي المعيار بتاعي اللي انا هعمله النهاردة، وهشيل الباقي. طبعا الرز غالي جدا وكل حاجة بقت غالية جدا. بصراحة حاجة لا توصف ولا تطاق، ربنا يتولانا برحمته. أقل حاجة بنجيبها بقت بالكاوي ومولعة نار. فالحمد لله، ربنا يا رب يتولانا برحمته ويرزقنا من رزقه الواسع، وإن شاء الله يا رب يهدي الأحوال كده ويحسن ظروف البلاد، أمين يا رب. غسلت الرز جدا، غسلت الرز جدا، إيه اللي انا بقوله ده؟ قصدي غسلت الرز كويس جدا طبعا ونضفته، وهسيبه يتصفى على جنب لحد ما يتنشف كده، وبيبقى مبيبقاش فيه ميه علشان يبقى سهل في التحمير. وبعد كده هحمره في الزيت او في السمنه زي ما تحبي. هحمر جزء منه والباقي هنزل بيه ابيض. وبعد كده احط شويه من الثوم لو انت حابه، يعني لو مش حابه خلاص، بس انا بحس ان بتديله نكهه حلوه يعني. وهنزل عليه بالشوربة بتاعتنا وهنسيبه يستوي على راحته. طبعا الرز بيتعلى عليه اول 5 دقايق، وبعد كده بنوطي النار، وفي الاخر خالص بنوطي عليه خالص خالص، زي ما يقولك كده اتقل على الرز يستوي. كل ما توطي عليه وتسيبيه يستوي براحته، كل ما يطلع معاكي مفلفل وفي نفس الوقت مستوي، وما يبقاش معجن معاكي. بعد كده قلت اجهز الصلصة اللي انا هحمر فيها الفراخ. حطيت معلقتين من التسبيكة او من التقلية اللي انا عاملاها، وحطيت عليها بهارات، اي بهارات انت عايزاها، مثلا توم باودر، بابريكا، كاري، فلفل اسود، جنزبيل كده، يعني انا بحب البهارات دي. وحطيت عليهم شوية من الشوربة علشان يبقوا يعني اخفهم كده، ونزلت فيهم بالفراخ. وبعد كده هسخن الزيت بتاعي اللي انا هحمر فيه كويس قوي، واحط الفراخ بتاعتي علشان تتحمر. طبعا لو انت حابة تحمري الفراخ في الفرن هتحمريها عادي جدا. لو مش حابة، انا عن نفسي بحب احمرها في الزيت، بحس ان هي بتبقى طرية كده. طبعا الزيت غالي برضو، بس هنعمل ايه، ما احنا لازم ناكل يعني، هنبطل اكل، هنبطل نعمل الحاجة اللي نفسنا فيها. يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر وندبر علشان الحاجة بقت غالية. فربنا يعيننا ان شاء الله ويقوينا يا رب، هنعمل ايه. خلاص بقى حمرت الفراخ والرز بتاعي كان استوى، ويلا بينا بقى علشان ناكل، علشان يعني احنا جعانين قوي. غرفت الرز بتاعي وبتاع الولاد، وحطيت مخلل اللفت من اللي انا عاملاه، وادي البطاطس بتاعتي بعد ما استوت ما شاء الله الاكل حلو جدا. والفراخ بتاعتي بعد ما اتحمرت هرش عليها رشة كده من الملح وشوية من الفلفل الاسود علشان يبقى طعمها جميل ومملح كده. وخلاص بقى يا عسلات، الفيديو بتاعنا خلص. ما تنسيش بقى تعملي لايك حلو بايديك الحلوة، وتعملي اشتراك في القناة لو انتي لسه ما اشتركتيش. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، وللفيديو بقية استنوه بقى، واشوفكم على خير.